السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اريج. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير حاله المرايا الغنيه عن التعريف. بزاف ديال الناس يعني كيعرفوها، الصراحه كتجي لذيذه بزاف، بمقادير اللي بساطين ومتوفرين اكيد في جميع البيوت. كنتمنى ان لا فيديو يكون عجبكم وتفرجوا فيه حتى الاخير، وما تنساوش تأموني بلي لايك وبلي كومونتير، ونخليكم مع المقادير وطريقه ديال التحضير. فبالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو، عندي هنا نصف كاس ديال سكر سنيده، غنحتاج نصف كاس ديال زيت المائده. بالنسبه للقياسات فخديتهم بكاس ديال العنبه او اي كاس شاي متوفر عندكم. غنحتاج هنا جوج بيضات الحجم ديالهم متوسط، عندي واحد العلبه ديال اليوغورت صغيره يعني دانون ديال درهم، اولا نصف علبه اللي كتكون ديال 2 دراهم. غنحتاج هنا واحد ساشي ديال الخميره وواحد ساشي ديال الكاكاو المر. بالنسبه اللي ما توفرش عنده هكا يعني ساشي، يمكن ليه يدير معلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الكاكاو. وغنحتاج هنا الدقيق الفورص اولا الدقيق الابيض. تقريبا في هذا الكيك دائما كتهز ليا ما بين 4 ديال المعالق اللي يكونوا عامرين كبار حتى ل4 المعالق ونص. فهنا خديت الاناء اللي غنخلط فيه هاد الخليط، وضعت 2 بيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ، وضفت عليهم سكر سنيده وطربتهم مزيان حتى داب ليا داك السكر. من بعد ضفت نصف كاس ديال الزيت وغنستمر بالتطراب. بالنسبه لي انا هنا استعملت الطراب الكهربائي فقط لربح الوقت، يمكن لكم انكم تستعملوا غير الطراب اليدوي فكتعطي نفس النتيجه. فهنايا ضفت الدانون وطربت عاوتاني. من بعد غادي نضيف داك الساشي ديال الكاكاو. بالنسبه للكاكاو فكما قلت لكم يكون مر ماشي الحلو، باش يعطيكم اللون اللي كيكون مركز اكثر. صافي غادي نحاول انني نخلط هاد المكونات مزيان. عاد غادي نضيف الدقيق اللي ديجا غربلته، وكما قلت لكم الاحسن انه يكون نوعيه مزيانه ديال الحلويات. غادي نضيف في الاول 3 ديال المعالق، وغادي نضيف الساشي ديال الخميره. ضفت ساشي واحد لانني كما شفتوا يعني وضعنا غير نصف كاس من كل حاجه، يعني كميه اللي هي قليله، ف يعني ساشيه وحده فراها كافيه. فغنحرك على هذا الشكل ونشوف الا كان باقي خاصني الدقيق فغادي نزيد. وغالبا كما قلت لكم راه كتهز 4 حتى ل4 ديال المعالق ونص. فانا هنا هزات معايا اولا دخل لي هذا الخليط 4 ديال المعالق ونص. كما شفتوا المعالق فراهم كيكونوا عامرين مزيان والمعلقه راها كبيره. صافي غنطرب هكا مزيان حتى يعني تخلطوا ليا هاد العناصر مزيان وما يبقاوش عندنا كويرات ديال الدقيق. يمكن لكم انكم تخلطوا هاد الكيك حتى في مولينكس الى ما كانش عندكم الطراب الكهربائي، فكنحصلوا على هاد القوام كما شفتوا كيكون ما خفيفش بزاف وما ثقيلش. فهنا خديت المول اللي دهنته بشويه ديال الزيت ورشيت فيه الدقيق، وغادي نفرغ فيه هكا الخليط ديال الكيك ديالنا. بالنسبه للقياس ديال هذا المول فراه فيه 26 سنتيم، فمن الاحسن انكم ديروا نفس هذا القياس اولا ديروا قل منه باش يجيكم الشكل ديال الكيك اولا الشكل ديال هذه التحليه جميل بزاف ويجي المنظر ديالها زوين. الا درتو مول اللي هو كبر فما غاديش تجي يعني ما يجوش دوك الطبقات باينين مزيان. فكما شفتوا هنا فرغت هذا الخليط ونحاولوا هكا نوزعوا غير بسباتول، وغادي ندخلوا الفران على درجه اللي تكون منخفضه ونخليوها طيب على خاطرها ما كتاخذش لنا وقت اللي هو كتير لانها رقيقه. غادي ندخلها طيب ونرجع معكم. فهنا من بعد ما طابت الكيكه خرجتها من الفران، فكما قلت لكم راه ما كتاخذش وقت اللي هو طويل، يعني واحد 20 دقيقه ماكسيموم كتكون طايبه. كنديروا الفران على عافيه اللي تكون مهيله ونخليوها طيب على خاطرها. فهنا غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه او الطبقه الثانيه اللي غنحتاجوا فيها واحد 2 العلب ديال اليوغورت اللي يكون طبيعي.
بدون سكر. وغادي نحتاج واحد العلبه اولا واحد ساشي ديال النيدو وجوج معالق كبار ديال سكر سنيده. فبالنسبه اللي عندها يعني نيدو العلبه اللي كتكون كبيره اولا داك الحك فيمكن ليها انها تعبر كاس ديال نيدو. وبالنسبه لهاد الساشي فراه كيوزن 60 غرام، يعني اللي عندها الميزان فيمكن لها انها توزن 60 غرام ديال النيدو. فغادي نوضع هنا داك هاد ساشي كامل ديال نيدو من فوق داك دانون. بالنسبه اللي بغات تجي الطبقه الثانيه يعني تجي يعني كثيره فيمكن لي انه يضاعف هاد الكميه. صافي ضفت هنا السكر سنيده وغنحاول انني نخلطهم هكا مزيان حتى ينسجموا ليا ويذوب ليا داك السكر سنيده. نحاول هكا نخلطهم غير بالطراب اليدوي على هذا الشكل. صافي وغادي نفرغ هاد الكريمه من فوق الكيك. فبالنسبه هنا المول نسيت ما قلت لكمش ماشي ضروري انكم تستعملوا نفس هذا المول اللي كيتحل من الجوانب، يعني اي مول متوفر عندكم ديال الزاج اولا كيف ما كان ماشي مشكل. هاد المول اللي كيتحل من الجناب هو فعلا كيسهل علينا اننا ملي نكونوا كنقطعوها، ولكن ماشي ضروري انه يكون يعني حتى المول ديال الزاج فراه كينفع. فهنا كما شفتوا فرغت الكميه ديال هاد الكميه اللي عندي ديال هاد الكريمه وكنحاول انني نقادها غير بسباتيل. وغادي نعاود نرجع الكيك ديالي الفران، ولكن تشعلوا العافيه غير من الفوق حتى يعني تشد في راسها هاد الكريمه مزيان. ملي نقيسوها يعني ما تلصقش لنا في يدينا. صافي دابا دخلت الكيكه الفران تقريبا واحد 5 ديال الدقائق وغادي ندوز هنا باش نحضر الطبقه الثالثه اللي غنحتاج فيها 4 المعالق ديال سكر سنيده، واحد كاس العنبه ديال الماء عادي ديال الروبيني، غنحتاج واحد العلبه ديال الفلون اللي تكون بالنكهه ديال الشكلاط، وواحد 2 معالق صغار ديال نيسكافي اولا 2 ساشيات صغار ديال نيسكافي. فخديت هنا واحد الكاسرونه وضعت فيها داك الكاس ديال الماء ونيسكافي وسكر سنيده وكنحاول هكا نخلطهم مزيان حتى تذوب ليا ديك نيسكافي في الماء. عاد غادي نضيف ساشي ديال الفلو، غادي نستمر بالتحراك مزيان حتى يذوبوا ليا مزيان في الماء باش تجينا يعني واحد الطبقه اللي هي خاليه من الحبيبات تجي يعني بحال المرآة. صافي غنستمر على هذه الطريقه بالتحرك مزيان ونوضعها فوق البوطه حتى تبدا تغلي لينا مزيان، عاد نطفي عليها ونرجع معكم ان شاء الله. فهنا من بعد ما دازت تقريبا واحد 5 ديال الدقائق والكيك ديالنا في الفران حتى نشفات ليا هاد الكريمه تماما. فغادي ندوز باش نفرغ من فوق منها هاد الخليط اللي حضرنا ديال النسكافيه والفلون. خليته حتى دفى ليا واحد شويه باش منين نجي نفرغو ما تخسرش ليا ديك الكريمه اولا الذوب. فغادي نفرغ هاد الخليط فوق الكريمه وغادي نخليها حتى تدفى ليا واحد شويه، من بعد غنغطيها بالبلاستيك الغذائي او اي بلاستيك وندخلها للثلاجه تقريبا واحد ساعه المكانه بين ما تشد فراسها مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اولا ديال الحاله المرايا. فكيجي رائع لا شكلا ولا مذاقا، صدقوني كيجي المذاق ديالو هائل. كنتمنى ان حتى نتوما تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير، وانا متاكده انه غادي يعجبكم ان شاء الله. نقدموه كديسير اولا الكوتي وكما شفتوا معايا راه كيوجد لنا بسرعه ومكونات اللي هما بساط بزاف. كنتمنى ان لا فيديو يكون عجبكم وتكونوا يعني عجباتكم حتى الوصفه، ونخليكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش تخليوا لي لي لايك اكيد الى عجبكم الفيديو، واللي باقي ما اشتركش كنتمنى انه يشترك معنا في القناه.